عوض بيجي في 4 صور. الصورة الأولانية إن ربنا سبحانه وتعالى لو خد حاجة من الدنيا من إيدينا ممكن يدينا بديل ليها أحسن. أما النوع الثاني من العوض فإن ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك الفهم للعطية اللي جوه البلية. فلما يحصل لك أزمة في الدنيا وربنا يفهمك العطية اللي جواها ده كافي ليك، وكأن العطية لما فهمناها جوه البلية قلنا الحمد لله إن ده اللي حصل. فكان العوض هو الفهم. أما النوع الثالث من العوض هو أن ربنا سبحانه وتعالى وإن أبقى المشكلة يخففها من على كتافك بإعطائك نعم تانية أو انشغالات تانية، أو يقذف في قلبك الزهد تجاه حل المشكلة دي، وكأن قذف في القلب معنى كان هو العوض رغم بقاء المشكلة خلى المشكلة خفيفة عن الكتاف قوي. أما النوع الرابع من العوض فهو العوض بالله سبحانه وتعالى، إن البني آدم يتملي قلبه بالاستغناء فقط بوجود ربنا في حياته، وكفى بالله شهيدا يعني حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل، وراجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. راجعه لكم بقى ان شاء الله كده بفيديو قوي جدا هيشجعك ويحفزك معايا. عايزه اقولك بقى، لو انت قاعده محتاسه مش عارفه تطلعي الشتوي وتشيلي الصيفي والدنيا مكركبه معاكي ومحتاسه بقى بين الدروس والمدارس وشغل البيت، تعالي هقولك على جدول هنعمله كده مع بعض هيخليكي تنجزي شغلك كله وتستعدي للشتاء من غير تعب ولا مجهود. خليكي بقى معايا لاخر الفيديو واوعي يفوتك حاجه، عشان عندنا افكار وتفاصيل كتير جدا هتعجبك وتستفادي معايا. ويلا بقى نشوف تفاصيل يومنا النهارده يا بنات. وما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسيش بقى بلايك وكومنت حلو منك تقولي رايك في الفيديو. ولو انت اول مره بتشوفيني خدي جوله في القناه، ولو عجبتك القناه شرفيني باشتراكك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وتعالوا نشوف الجدول بتاعنا يا بنات. طبعا احنا كده كده عندنا كل يوم شغل كتير، عندنا بنودي ولادنا المدارس، بتذاكري لاولادك، بتعملي مثلا الاكل الغسيل الترويق كل الكلام ده كله. زيدي عليه بقى انك انت المفروض تنزلي اللبس الشتوي وتشيلي الصيفي وترتبي الدواليب وتعملي بقى تنظيفه الشتاء وكده. ده كله ضغط علينا، فاحنا هنقسم شغلنا كده كل يوم حاجه. تمام؟ هنقسمه ازاي بقى؟ باي طريقه. بص يا ستي، الاوضه اللي فيها مثلا يعني مثلا اوضه الولاد فيها دولاب مثلا بتاع ولدين او بتاع بنتين مثلا، هنبدا ان احنا نشيل الصيفي ونحط الشتوي ونروق الاوضه. ما تقلبيش البيت كله مره واحده. يعني زي ما انت شايفه معايا كده، دي اوضه عبد الرحمن. انا حبيت ابدا بيها يا بنات لان هو اول واحد شتى، يعني هو سقع وقال لي لا انا عايز لبس الشتوي يا ماما، فبدا ان هو يطلع من اللبس الشتوي كده. تمام؟ فدلوقتي انا بوريكي الاوضه كلها كده، عشان احنا بعد ما هنرتب الدرف بتاعته وننزله الشتوي بتاعه كده ونشيل بقى الصيفي هنرتب الاوضه كلها وايه، هنغير الفرش وكده ونظبط الاوضه. تمام؟ دي انا هكتفي بيها النهارده يا بنات، ودي الطريقه اللي انا بقول لك عليها اللي هي من غير تعب ولا مجهود. انا كنت الاول مثلا هقول لك طريقتي الاول، يعني كنت بعمل ايه. كنت بنزل الشتوي كله، وتبص تلاقيني بقى قاعده في الاوضه كده مش باينه من وسط الهدوم، بجد والله يا بنات، ومش عايزه حد يخش يتكلم معايا. وبص لا بقى محتاسه بين الولاد وبين اللبس بتاعي، لا لبس باباهم، لا عايزين ايه مش عايزين ايه. تبص تلاقي الاوضه تفضل 3 4 ايام كلها مقلوبه على بعضيها. فطب ليه نتعب نفسنا ونعمل كده؟ تعالي بقى اقول لك هنعمل ايه، بس تعالي نشوف الغسيل الاول. كنت انا غاسله الابيض بالليل، ويعني خدتهم كده في ساعه كده على طول ورا بعضيهم. ماشي؟ كنت غسلهم فيهم في الغساله اوتوماتيك، وبعدين حطيتهم في الغساله اللي هي ام حدين دي يا بنات، تحفه ما شاء الله، بتنضف الغسيل جدا. المهم بعد ما غسلتهم غسلت وراهم شويه غوامق كده، وبصراحه بقى ما قدرتش ان انا يا بنات اظهره يعني وانشره بالليل، قلت بقى اظهره وانشره الصبح. تمام؟ تعالي بقى اقول لك بظهر ازاي في الغساله دي. بتحطي الميه زي ما انت شفتي كده، بتحطي زهره سايبه الكميه اللي انت تحبيها حسب درجه الزهره اللي انت حباها، واللي هيخلي الزهره معاكي ما تلطش شويه رابسو باودر، اي نوع رابسو انت بتستعمليه، شويه رابسو باودر كده حطيهم. مستحيل الهدوم هتلطش معاكي من الزهره. ماشي؟ بس كميه قليله عشان ما تسيبش اثر في الهدوم. تمام؟ بحط بقى كده الحاجات اللي هي شكل بعضيها، مثلا الغيارات الاول مع بعضيها، لو عندي فوط مثلا بيضه، عندي ملايات بيضه، اي حاجه بقسمهم بقى، يعني الغيارات الاول مثلا وبعديها الفوط وهكذا. تمام يا بنات؟ نرجع بقى لغسيلنا ونشوف بقى احنا هنعمل ايه. زي ما قلت لك كده بنقسم بقى يا بنات ولد ولد. تمام؟ مش كل الولاد كلهم تنزلي حاجتهم كلها مره واحده. وطبعا ده راجع ان انا من الاول من البدايه لما جيت اشيل الشتوي شلته في الضرفه. اخواتي وحبايبي اللي متابعيني من السنه اللي فاتت، انا شلت الشتوي ازاي. كل حد من الاسره انا حاطه لبس كله جنب بعضه وفوق بعضه في ضرفه في الدولاب. حتى لو انت بتحطي تحت السرير في شنط برضو تخلي كل ولد لبسه لوحده، بحيث انك انت لما تيجي تطلعي مثلا ولد ولد، ما تقعديش تطلعي الهدوم كلها وتقلبي الدنيا وتلخمي نفسك.
تمام. الطريقه دي نفعتني جدا يا بنات السنه دي، وطلعت الحاجه بمنتهى السهوله وما تعبتش خالص وانا برص الدولاب، لان انا ما عملتش الدولاب كله مره واحده. ونقطه تانية برده يا بنات ريحتني من السنه اللي فاتت، ان انا قبل ما اشيل اللبس شفت اللبس اللي الولاد مش محتاجينه، اللي خلاص صغر عليهم، لان كنت بعمل برده الحركه دي لما باجي اطلع الشتوي، فاهمني؟ يقعدوا بقى الولاد يقيسوا ايه اللي عايزينه وايه اللي مش عايزينه، ده بيضيع وقتي ومجهود يعني الواحد بيتعب، يعني هتقعدي بقى تقيسي لهم ولا تطبقي وترتبي في الدولاب وكده. فالخطوه دي برده وفرت عليا وقت ومجهود كبير السنه دي. خلاص انا طلعت مثلا لبس عبد الرحمن، خلاص انا عارفه ان هو كله محتاجه تمام، ورحت ايه حطاه في الضرفه بتاعته. تعالي بقى السنه دي هنعمل ايه، يعني الطريقه اللي تسهل عليك الدنيا. هتبداي اول حاجه تفضي الصيفي، تشيلي الصيفي خالص وتشوفي الحاجه. طبعا احنا مش كل الصيفي بنشيله، يعني مثلا ابراطيل الجنس، القمصان ام كم، الغيارات اللي هي الداخليه، ده كله بيفضل زي ما هو في الشتاء بيتلبس برضو. يعني هو مثلا في الشتاء بيلبس البنطلون الجينز هو والقميص، مثلا لو قميص بكم وبيلبس عليه الجاكيت تمام. بتشيلي بقى التيشيرتات اللي هي من نص كم، الترنجات اللي هي من نص كم، الحاجات اللي هو مش هيلبسها. وفي حاجات مثلا لو لقيتيها مثلا هتصغر عليه شويه خليها في الشتوي بيلبسها من تحت الهدوم. يعني في تيشيرتات انا خليتها لعبد الرحمن خلاص هي قصرت شويه كده، هيلبسها من تحت الهدوم في الشتاء تمام. فانت بتبصي تلاقي قليل قوي اللي بتشيليه من الضرفه، يعني كميه قليله. فتعملي الخطوه دي الاول، تفضي الضرفه، تشوفي اللي انت هتشيليه تشيليه مكانه مثلا في المكان اللي انت هتشيليه فيه، والحبه اللي فاضلين تحطيهم على جنب وتلمعي الضرفه كويس والمفرش، وتبداي بقى ترصي الشتوي وتحطيه بنظام. وكده يا بنات انا طبقت اللبس بتاع عبد الرحمن كله، بس انا خليت بقى ايه لبس الخروج والجواكت، الحاجات اللي هي ما ينفعش تطبق دي بعلقها في شماعات في ضرفتي انا جوه في الدولاب، لان هو عنده ضرفته ما فيش شماعات تمام. وتعالي بقى اقول لك على النقط اللي تمشي عليها وانت بتطبقي. اول حاجه بتخلي الترنجات كلها فوق بعضها تمام. الصف اللي بعديه مثلا بيبقى الدفايات اللي هي بتلبس من تحت زي الكلسون او كده يعني. الصف الثالث مثلا الشراويل مثلا والتيشيرتات اللي بيلبسوها عليها. يعني في ولاد بيحبوا الشروال وسويت شيرت كده، مش بيحبوا ترنجات تمام. الصف الثالث مثلا او الرابع بتخليه للغيارات اللي هي مثلا بيلبسها نص كم والحاجات اللي بيلبسها من تحت. انت كده بتسهلي على نفسك وبتسهلي على ابنك لما يجي ياخد غيار من الضرفه، ما يقعدش يقلب لك الضرفه كلها. يعني مثلا ايه، هو عبد الرحمن مبقاش صغير يعني ما شاء الله عليه، هو في تانية اعدادي، بس في ولاد برضو مستهترين بيجوا في السن ده كده برضو ياخدوا يقلبوا الضرفه كلها ويخرجوا خلاص مش مهم. انت الطريقه اللي انت بترصي بيها الهدوم دي كده خلاص، هو عايز سرنج عارف هياخد من انهي صف، هيعوز مثلا الغيار، هيعوز تيشيرت بنص كم يلبسه من تحت، خلاص الصف زي ما هو مرصوص بنظام مش متبهدل معاكي، لان كل حاجه واضحه ومعروف مكانها. فانت تسهلي على نفسك وتسهلي على اولادك عشان الضرفه ما تتبهدلش وتفضل الحاجه متنظمه على طول. وبكده يا بنات نكون خلاص رصينا الشتوي وشيلنا الصيفي بمنتهى السهوله وما خدش مننا وقت ولا حاجه. وعلى فكره انا كنت بطبق الهدوم دي ليه، لان هو اصلا كان مطلعها وكان لابسها، يعني كنت غسلاها فاهميني. انما انا بقى اشيل حاجه متطبقه بجيبها بطبقتها زي ما هي وارصها في الضرفه، برضو دوت ما بياخدش مني وقت خالص لما باجي ارص الدولاب. يعني بتشيل حاجه متطبقه حلو ومترتبه كويس بتاخديها برصتها تحطيها في الضرفه. بس انا ايه، عشان هو كان لابس الحاجات دي الاسبوع ده كله غير في الحاجات دي يعني، فخدتها غسلتها عشان كده طبقتها معاكم تمام. انما بقيه الهدوم كانت متطبقه يعني ما فيهاش اي مشاكل. ودلوقتي بقى يا بنات هنروق الاوضه عشان يبقى ايه الاوضه مترتبه كده بالدولاب بكل حاجه فيها، يبقى خلصنا من حاجه واحده تمام. تاني يوم مثلا نبدا في اوضه تانية، مثلا اوضه البنات بقى مثلا بالدولاب بتاعهم بالاوضه نفسها نفضها ونروقها وكده. وطبعا انتوا عارفين كنت عامله من قريب غسله الستاير والبراءه ومنظفه تحت السرير وكل الكلام ده كله. فانا دلوقتي شلت الستاره بس اللي هي الشيفون الاوف وايت دي، غسلتها معايا امبارح في الغسيل الابيض، وسايبه البرقع زي ما هو. تحت السرير نضيف لان لسه مغيره السرير زي ما انتوا عارفين قريب جدا، وتحت السرير نضيف تمام. فاحنا هنغير بس الفرش الملايات كده وننفض السجاد ونمسح كده، يعني ترويقه حلوه بحيث يبقى انت خلصتي بند على بعضه، مش انت طبقتي اللبس الشتوي مثلا والاوضه مكركبه ومبهدله فاهماني. فده النظام اللي عايزاك تمشي عليه، يعني تاخدي اوضه اوضه كده، ما تنزليش اللبس بتاع الولاد كله مره واحده عشان انت اللي هتتعبي تمام. فانا ماشيه معاكم زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه في الجدول اوضه عبد الرحمن كده ان شاء الله كده خلصناها النهارده. ان شاء الله تاني يوم بقى ابقى اخش على اوضتي او اوضه البنات على حسب بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي. وتعالوا بقى واحنا بنروق الاوضه كده يا بنات ارد على اخت المتابعين. كانت سالتني وقالت لي ان هي عايزه تفتح قناه ومش عارفه تفتحها ازاي. يعني هي ربنا يعينها ويقويها يا رب كده على بناتها، عايزه تفتح القناه يعني يا بنات عشان يبقى في دخل ثابت ليها ولاولادها ان شاء الله. فانا يعني انا قلت لها على فيديو هيقول لها طريقه ازاي، لان انا مش عارفه اشرح الطريقه على القناه كده. وهقول لك بقى شويه نصايح زي ما قلت لك كده، اسمعيني بقى. بصي يا حبيبتي، انا يعني عايزه اقول لك ان موضوع القناه مش زي ما الناس فاهمه انك اول ما بتعملي فيديوهات بقى بتقبضي وكده، لا طبعا ده في شروط من اليوتيوب لازم تنفذيها تمام. والشروط دي بتاخد وقت كبير، وفي نفس الوقت يعني هو الموضوع متوقف على النصيب وعلى الحظ، ويعني على حسب ما ربنا قاسم لك فاهماني. فانت مبدئيا كده يعني ما تستنيش فلوس من القناه او ما تفتحيها، يعني مش قبل سنه فاهماني. انا دلوقتي بقالي شهر 6 اللي فات ده كملت سنتين،
يعني داخله في 2 سنين ونص فاتحه القناه، والله يا بنات انا ما قبضت منها ولا جنيه، وصرفت عليها كتير لان كان كذا مره تتسرق مني وكذا مره يحصل فيها تعطيل. فبتصل بناس مثلا بتحل لي المشكله، وناس مختصين في المجال يعني. طبعا ده كله بفلوس، فاهمني؟ انا مش بحبطك والله، بس انا بقول لك واقع احنا عايشينه وناس كتير عايشاه معايا. الناس كتير قوي اشتغلت في قنوات كتير وما قبضتش. تمام. ده طبعا حسب النصيب يعني. ومن ضمن الشروط اللي المفروض ان انت عشان تبداي تحسب لك ارباح اصلا ان انت تحققي 4000 ساعه مشاهده و1000 مشترك. بعد الخطوتين دول بيبدا يتحسب لك ارباح. واستني بس هقول لكم على حاجه وبعدين نكمل كلامنا. دلوقتي انا بوريكم المفرش ده يا بنات. طلعنا بقى المفارش الشتوي بقى اللي هي الدفايات دي كانت دفايه يا بنات اللي هي مفرش كده بس بتاع السرير الكبير. انا حبيت اعمل له سرير عبد الرحمن واعمل منه اكياس مخدات واكياس خداديات. فزي ما انت شايفه كده قصيت من المفرش كده وعملت منه الواجهه بتاعه المخده، والظهر من ورا كان لون قماش تاني لون قطيفه كده لونه غامق يعني كده رصاصي غامق، وكملت الحرفين كده بتوع الكيس المخده بلون بني من نفس اللون بتاع التايجر اللي موجود ده. وده كيس الخداديه اهو يا بنات. بيتفرشوا بقى مع بعض كده بيبقى كانه طقم في قطقم جاهزه بتيجي كده. بتبقى زي ملايه مش دفايه مثلا على السرير من فوق، لا ملايه مغطيه السرير كله ومعاها خداديات ومعاها مخدات. الفكره حلوه وانا عملتها ونفذتها في مفارش كتير عندي، حبيت اقول لك عليها حلوه جدا. وطول الشتاء بقى يا بنات انا بفرش الدفايات بالشكل ده كده، حتى لو ما خدتش منهم وعملت اكياس خداديات ومخدات بفرش الدفايه كده زي الملايه، واخد اكياس من الملايات من بتاعه القطقم الصيفي تبقى قريبه يعني شويه من الشكل. تمام. واحطها كده وهتشوفوها معايا ان شاء الله بقى في الفيديوهات اللي جايه. وكده يا بنات خلصنا الاوضه ما شاء الله اللهم بارك، فرشناها كلها زي الفل. فاضل بس الستاره الشيفون اللي بتتحط على الشباك، انا غسلاها في الابيض. لما تنشف هحطها ايه تحت الستاره اللي هي النبيتي دي كده. تمام يا بنات. ويبقى كده يا بنات الاوضه جاهزه لاستقبال الشتاء من غير تعب ولا مجهود، عقبال بقيه الشقه بقى ان شاء الله. واكمل كلامي يا حبيبتي معاكي واقول لك ان انك انت تحققي ال 4000 ساعه مشاهده وال1000 مشترك، طبعا ده متوقف على شغلك. وحتى لما بتحققيهم انت مش بتقبضي، انت ما ينفعش تقبضي قبل ما تكملي 5000 جنيه. ما هي الارباح يا بنات بقت بالجنيه مش بالدولار زي الاول. ما ينفعش تقبضي قبل 5000 جنيه، يعني 4999 ما تقبضيش. وطبعا ال 5000 جنيه في حد ذاتهم مش مبلغ، يعني انت لو شغاله موظفه في اي مكان هتقبضي اكتر من كده، او مثلا حتى تقبضي كده. فالقناه مش زي ما انت متخيله. واستني يا حبيبتي كده هكمل كلامي معاكي، بس عشان الفيديو بيجري مني كده في شويه مشتريات كده جبناهم واقول لكم عليهم، ونعمل الغدا، وهقول لك برده على شويه نصايح مهمين جدا لازم تعرفيهم قبل ما تفتحي القناه. المهم يا بنات تعالوا كده جبت شويه منظفات بقى. انا عندي برده منظفات لسه. جبت الديتول ده يا بنات تحفه في المسيح ده اللي كنت بمسح بيه الاوضه دلوقتي. ده الديتول بريحه اللافندر، الكيلو ب15 جنيه. تمام. جبت اوكسي برده عشان انا بغسل الغساله العاديه، وجبت سلك المواعين، وجبت بقى ازازه الراجون دي عشان عندي دبان يا بنات. الدبان مضايقني جدا، مش عارفه يعني المفروض الدبان ده في الصيف مش في الشتاء، ما اعرفش مبهدل لي الدنيا كده ليه. فقلت يعني اجيبه. وجبت الرش بتاع النمل دوت، انا جبته قبل كده كان ب20 جنيه وجربته يعني حلو جدا، فانا جبته تاني عشان النمل يا بنات والدبان برده مضايقني جدا، مع ان احنا في الشتاء مش عارفه نعمل ايه في الشتاء. يلا الله المستعان. المهم برده جبت السلك اللي هو الاستانلس ده تحفه يا بنات في غسيل المواعين، والحوض الاستانلس بقى والبوتاجاز وكده جميل جدا. وجبت كمان رابسو اوتوماتيك يا بنات للغساله الاوتوماتيك. الناس اللي متابعيني وعارفين ده كيلو ب25. رابسو اسمه فل، وفي نوع تاني اسمه وفير. تمام. حلو جدا للغسالات الاوتوماتيك، بس طبعا مع الاضافات زي ما انتم عارفين معايا. جبت كلور خام ده ب5 جنيه بنات، انا مش بكتر منه لان بزود ميه وبخليه للحمام، بحطه في ازازه كده وبخليه للحمام بس. تمام. حلو جدا للحمام، طبعا بينضف الحمامات والارضيات والكلام ده. جبت صابون سايل. جبت فيه كيلو كان ب10 وفيه كيلو ب15. انا جبت كيسين من ابو 10 وكيس من ابو 15 واحطهم مع بعض كده بيقعدوا معايا مثلا حوالي 15 يوم يا بنات. انا مش بحب اجيب خزين الشهر كله مره واحده عشان ما اهدرش في المصروف. لما تقضيها مشتريات كده بتيجي تلاقي في الاخر السيوله اللي معاكي مش مكمله اخر الشهر. فانت امشي بتأني كده وحاجه حاجه، فاهماني؟ يعني هاتي مثلا حاجات تكفيكي اسبوع، تكفيكي 15 يوم، هتبص تلاقي نفسك في 15 يوم التانيين بتمشي نفسك، فاهماني؟ انا عايزه بس اوضح لك الفكره دي عشان ما تجيش اخر الشهر تبقي مضغوطه. تمام. هنفضي بقى الحاجه كده في العلب بتاعتها. ده الجرد بتاع رابس اوتوماتيك، كان عندي برده قبل كده كيلو، وحطيت كيلو وغطيت عليه كده، والكيلو التاني اللي في الكيس ده بقى انا هشيله لرمضان. هتقولي هشيل رابسو، انا زي ما اتفقت معاكم كل فيديو هنشيل حاجه، اي حاجه تجيبيها معاكي زياده شيليها، انت هتحتاجيها في رمضان. تمام. هنفضي برده الصابون كده واقلبه بقى على بعضه. عايزه اقول لك الراجون دي كانت اللي هي بتاعت الدبان دي كانت ب38، والرش بتاع النمل كان ب20، والسلك الاستانلس كانت ب7 جنيه. يعني كده قلت لك على الاسعار برضه عشان تبقي عارفه. وتعالي بقى نكمل كلامنا بالنسبه للنصايح اللي عايزه اقول لك عليها.
طبعا انت هتقولي لي ما يعني كل اليوتيوبر بيقبضوا والناس كلها ما شاء الله، ربنا يوسع رزقهم يا رب جميعا ويبارك في رزقهم كده. لكل مجتهد نصيب، يعني في ناس كتير محترمه وتتعب جدا وبتشتغل على نفسها وما شاء الله ربنا يبارك يعني. بس مش مع الكل، يعني في ناس برضو شغاله بقالها سنين وما قبضتش، وفي ناس قبضها بسيط. تمام، يعني ايه كل شهرين تلاته بتقبض مره، مش كل شهر منتظمه يعني. طبعا دي الارزاق بقى على ربنا وكده. بس انا هقولك على شويه نصايح كده تمشي عليهم، وشويه اخطاء انا واقعه فيهم اقولك عليهم عشان ما تعملهمش. اول حاجه في اليوتيوب عشان يعني تتعرفي وتتشهري وقناتك تتعرف كده وتقبضي ويبقى عندك ارباح، انك انت تنتظمي. هتنزلي مثلا كل يوم او كل يوم ويوم على قد ما تقدري التواصل، ماشي، وتنزلي على طول. انا طبعا دي نقطه عندي انا، مشكله كبيره في القناه، انا مش قادره انتظم يا بنات لان انا عندي ظروف صحيه وفي نفس الوقت عندي التزامات كتير جدا. هتقولي طب ما في يوتيوبر بيصوروا بينزلوا كل يوم، ربنا يعين كل واحد على حاله وربنا يوسع رزقهم يا رب ويزيدهم من نعيمه. كل واحد ليه طاقه، فاهميني؟ انا التزاماتي كتير جدا يا بنات، وانا يعني انا صحيا الناس اللي عارفه انا عندي السكر مأثر جدا على الاعصاب. لو عليا انا عايزه انزل لكم بفيديو الصبح وفيديو بالليل، بس يعني الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب على الصحه وعلى كل حاجه. تمام. فانا على قد ما بقدر بنزل معاكم، على قد ما بقدر بشتغل. ممكن ابقى مجهزه الفيديو عشان ينزل، ابص الاقي جالي ضيوف مش عارفه ان انا احمل الفيديو، جات لي مكالمه تليفون مهمه جدا يعني طولت شويه فيها فالفيديو اتاخر ما نزلش النهارده. ابص الاقي مثلا ان النت فيه مشكله، انا مش قادره ابص في التليفون، عندي مشكله في عيني. لو بصيت في التليفون ما ببقى ابص مش شايفه اي حاجه، ولا عارفه منتج الفيديو، ولا عارفه احط الصوت، ولا عارفه اعمل لكم اي حاجه، فاهميني؟ فانا غصب عني، استحملوني. ده بالنسبه لاخواتي وحبايبي اللي متابعيني. بالنسبه ليكي دي نقطه مشكله كبيره جدا في القناه، لازم انك انتي تنتظمي كل يوم. على قد ما تنتظمي على قد ما هتلاقي. معلش يا حبيبتي خليكي برضو معايا لاخر الفيديو، هكمل كلامي معاكي، بس تعالي الاول نشوف هنتغدى ايه النهارده، لان كده الفيديو بيجري مني يا بنات. النهارده هنعمل حواوشي، بس تعالي اقولك بقى على التكات والاسرار بتاعتي اللي بتميز الحواوشي بتاعي، بتخليه احسن من حواوشي المحلات، وبتكات بسيطه جدا يا بنات. دلوقتي انا جبت اللحمه اللي هي كنت مفرزاها معاكم، جبت كيس 400 جرام وكيس 200 جرام، يبقى معايا قد ايه؟ 600 جرام. تمام. اول حاجه بتحطي مثلا في الكبه حوالي مثلا 4 5 بصلات حلوين وسط كده يعني. تمام. وتعمليهم في الكبه. لو مش متوفر معاك الكبه بيعمل كل الكلام اللي هقولك عليه دوت في المبشره، تحفه يا بنات، برضو كأن نفس نتيجه الكبه بالظبط. وما تقوليش ان البصل كتير، البصل بيطعم معاكي اللحمه وبيزود معاكي الكميه. تمام. هتنزلي بعديهم بقى بحبايتين فلفل، ده فلفل رومي، لو انت حابه تحطي فلفل حامي برضو براحتك. تمام. بنزل عليهم مثلا بحوالي 3 حبات او 4 حبات طماطم بالحجم اللي انت شايفاه ده كده، 4 5 فصوص توم. تمام. امشي بس بالمقادير اللي انا قلت لك عليها دي بالظبط عشان نطلع معاكي خلطه الحواوشي تحفه. وهحكي لكم على موقف بخصوص الحواوشي برضو، بس نكمل مقاديرنا الاول. هنضرب بقى كل الكلام ده كله مع بعض وكده. وهاتي بقى طبق انزلي كده باللحمه فيه. تمام. ومعايا يا بنات نص كوبايه فول صويا. والفول الصويا دوت يعني بيطعم الحواوشي جدا، والناس اللي هتقولك ان هو غلط عشان الولاد، عشان بيعلي هرمون الانوثه يعني. بصي يا بنات، ده يعني مره مرتين في الشهر وكميات محدوده. هو غلط للناس اللي بتستعمله على طول وكذا وصفه مثلا في الشهر، لا هو مثلا انا ممكن استعمله في الشهر كله مره مرتين، مش اكتر من كده يعني. تمام. وبكميات قليله زي ما انت شايفه، نص كوبايه، وبتغسلي كويس وتحطيه في ميه بتلاقيه ينفش معاكي زي ما انت شفتي كده. حطينا بقى اللحمه في طبق ونزلنا عليها بالخلطه اللي كانت في الكبه، ونزلت عليهم بقى. بصي بقى خدت قطعه دهن كده كانت عندي في الفريزر، ضربتها في الكبه برده قطعه صغيره كده عشان طعم معانا الحواوشي. ضربتها في الكبه ورحت نازله بيها برده على المكونات بتاعتنا، وصفيت الفول الصويا كويس جدا وحطيته برده، وبدأنا نحط التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، شطه، كاري، شويه سبع بهارات، من كل حاجه معلقه من بتاعه الشاي دي يا بنات. تمام. ونبدا بقى احنا نقلب كل الكلام ده كله مع بعض. قلبي بقى كده كله. طبعا بصي انا مش عايزاكي تقلبي، لا انا عايزاكي كانك بتعجني كده، يعني عايزه اللحمه تفتل معاكي. تمام. هتشوفيها معايا دلوقتي اهي، بصي مفتله كده معايا كده، كل الخليط كله اختلط كله مع بعضه كده. وتعالوا نحط اضافه مهمه كمان. بصي انا حطيت شويه فلفل اسمر حلوين كده لان كنت حاطه حبه قليلين، والحواوشي بيحب الفلفل الاسمر كتير. هتحطي بقى معلقه برده من بتاعه الشاي بيكنج باودر، ده بقى يخلي اللحمه معاكي تنفش كده تبقى ماليه الرغيف. تمام. ولو لقيتيها سايله معاكي شويه مثلا، يعني الطماطم والبصل جه معاكي زياده شويه، ممكن تحطي شويه في الشطار هيربطوا معاكي الخليط، فاهماني؟ ده لو لقيتيها خفيفه زي ما قلت لك، انما هي كده قوامها حلو جدا. هركنها بقى كده شويه، ونبدا بقى ان احنا نجهز الاطباق الجانبيه بقى يا بنات. مثلا هنحمر بطاطس، هنعمل سلطه طحينه، هنعمل سلطه خضراء. تمام. المهم بقى احكي لكم على موقف الحواوشي. انا كان عندي مدرس بيجي يدي لسناء بنتي في البيت درس، هي وزمايلها، وكان مثلا بيجي حوالي الساعه 2 مثلا، يقعد معاهم للساعه 6 7 كده، يعني ميعاد غدا، عدى ميعاد غدا اكيد جاعوا. وكان في بنات من اللي بيجوا كان مثلا معاهم مامتهم يعني.
المهم كنت الاقي ميعاد غدا فاعمل ايه، المهم كنت بعمل ساعات غدا يعني. المهم عملت في مره الحواوشي ده، وعملته بقى بالتحابيش بتاعته كده اللي هتشوفيها معايا النهارده، بطاطس محمره بقى وسلطات وكده. بألف هنا وشفا يعني. لسه البنات لحد دلوقتي بيحلفوا بأكلة الحواوشي دي. والمدرس نفسه راح بيقول لي الخلطة دي انت جايباها منين؟ قلت له انا عاملاها في البيت. خلطة جايباها منين ازاي يعني؟ قال لي اصل احنا عندنا مطعم ما شاء الله اللهم بارك يعني، للاكلات اللي هي مثلا الحواوشي والكفته والحاجات دي كده، واللي بيعمل الخلطه بتاعه الحواوشي هي مامته، ما حدش بيتدخل في الخلطه دي خالص، هي اللي بتحط المكونات وعارفه سر الخلطه. فبيقول لي الحواوشي ده طعمه قريب جدا للخلطه اللي ماما بتعملها، انتي عملتيها ازاي؟ قلت له بقى هي بتيجي من الخبره يعني، عادي يعني ما خدتهاش من حد. فما شاء الله يعني عجبه الحواوشي جدا وبيشكر فيه جدا يعني. فقال لي ان شاء الله في يوم من الايام كده تفتحي مطعم باذن الله. فكله على الله يا بنات، الله المستعان يعني. المهم عايزه اقول لك ان الخلطه دي تحفه، امشي بالمقادير اللي انا قلت لك عليها ديت وهتاخدي شويه حواوشي مالهمش حل. دلوقتي بقى نعمل السلطه الخضراء، وتعالي بقى نعرف سر السلطات بتاعه المحلات. اولا ما تقطعيش البصل مكعبات صغيره قوي كده ويتعصر في ايدك، لان لما بيتعصر في ايدك كده وانت بتعصري او قطع صغيره قوي بتنزل ميه كتير بيعمل ريحه وحشه في السلطه. قطعي البصل حلقات زي ما انت شفتي معايا كده، وحطي مكوناتك كلها تمام. وبصي ده خل تفاح، بتحطي بصي يعني نص معلقه الشاي كده خل تفاح. والتوابل بتاعتنا ايه بقى يا بنات؟ بحط 7 بهارات وشويه ملح وشويه كمون وشويه بابريكا وربع المعلقه فلفل اسمر كده، ما تكتريش فلفل اسمر، وليمونه حلوه بقى كده بعصريها، وقلي بقى كل الكلام ده كله مع بعض وتاخدي احلى شويه سلطه. لكنها برده كده على جنب. وتعالي بقى نشوف هنعمل الحواوشي ازاي. بصوا ده عيش آلي يا بنات، مش عيش بلدي، بس لسه يعني جايبينه النهارده عيش صابح. لو حابه تعمليه بقى بالعيش اللي هو السياحي او عيش بلدي برده براحتك. بنبدا نفتح بالمقص كده، طبعا افضل ما تفتحي بايدك عشان بيتقطع معاكي تمام. تفتحي بالمقص كده جزء كده من العيش وهنرصه كله فوق بعضه. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات ان بعد ما عملت السلطه كانت سناء رايحه الشغل ومستعجله، وقالت لي بعمل لي سندوتشين كده، عملت لي رغيفين حواوشي. الكميه اللي انتوا شايفينها دي كده انا بقول لك ليه عشان تحسبي معايا في الاخر هنطلع كام رغيف من 600 جرام لحمه. ما شاء الله اللهم بارك يعني كميه حلوه جدا. وركزي بقى معايا في الخطوات اللي جايه دي. اول حاجه كده بتحطي معلقتين سمنه على معلقتين زيت في طاسه ولا حاجه وتسخنيهم، وتبداي انت تدهني العيش قبل ما تحطي فيه اللحمه بالفرشه كده، بتمشي الفرشه في الرغيف من جوه عشان بس العيش ما ينشفش معاكي، وتحطي كميه اللحمه المناسبه كده وتوزعيها بالشكل ده تمام. هعمل معاكم كمان رغيف اهو، دهنت كده الرغيف بالسمنه على زيت، ومش سمنه بس عشان ما يبقاش تقيل يا بنات والزيت هينشفه، فاهميني؟ السمنه على زيت يا بنات انا بحب اعتمدها في كل حاجه، لان يعني حتى في الجلاش مثلا مش بحب اعمله بسمنه بس عشان ما يبقاش تقيل يعني ودسم، ومش بزيت بس برضو، لو عملتيه بزيت بس هينشف معاكي الجلاش، فسمنه على زيت بتظبط معاكي الحاجه. هعمل بقى كميه كلها كده زي ما انت شايفه. خلاص كده اخر رغيف معانا تمام اهو بالشكل ده كده. خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا، نشيل بقى حاجتنا. وفي الوقت ده يا بنات كده انا ولعت الفرن عشان لما احط فيه الحواوشي ما يبقاش الفرن بارد، يقوم العيش يبوش معايا، فاهماني؟ ولعيه شويه كده قبلها مثلا ب10 دقايق ولا حاجه عبال ما نكمل الخطوات بتاعتنا. بيجي بقى صاج او الصينيه اللي انت تعملي فيها زي ما تحبي، وحطي فيها شويه زيت، بس انا الزيت ده حطيته زياده يا بنات، انا لقيته زياده انا نقصت منه عشان كده يبقى كتير قوي تمام. المهم شلت منه شويه، وبعدين ببدا بقى ان انا ارص العيش بالشكل ده كده. لازم تدهني الصاج اللي تحطي فيه او الصينيه عشان العيش ما يلزقش معاكي. وخدي بالك بقى من التكه دي كده، كميه الزيت اللي فاضت معايا زيت على سمنه، حطيت عليهم معلقه كركم، وبمشي كده بالفرشه كده على العيش من فوق يا بنات، يعني بتحطي معلقه كركم كده وتقلبيها على السمنه والزيت كده، وتحطي على الوش من فوق بقى كده بيدوكي لون حلو جدا. حطيت بقى الحواوشي كده في الفرن، عملت صاجين يا بنات، وولعت على البطاطس تتحمر، وهولع على الفحم، ومعايا كده العيش اللي فاضي، يعني حطيت صاجين في الفرن وده العيش اللي فاضي، الحواوشي اللي فاضي يعني، وبطاطس بتحمر اهيت، وولعت على قطعه فحم هقول لك هنعمل بيها ايه. ادي عيش في مكان معايا الحواوشي كده في الفرن ما شاء الله صاجين اهوت. الصاج اللي تحت بقى كده ما بيبصي 5 دقايق بالظبط، وتبداي ان انت تقلبي تمام. تقلبي بقى ايه الرغيف على الوش التاني عشان ياخد معانا لون كده، ولو لقيتيه محتاج تحطي شويه زيت حطي شويه زيت وانت بتقلبي كده عشان الوش بتاعه ما يتحرقش. تعالي بقى نعمل سلطه الطحينه يا بنات، وتعالي بقى اقولك على السر بتاع المحلات برضو. معاكي نص رغيف اللي هو العيش الآلي ده وبالليه كده معاكي، ومعايا معلقتين طحينه حلوين، والتوابل بتاعتنا بقى شويه فلفل اسمر، شويه كمون، شويه بابريكا، وشويه 7 بهارات، وشويه شطه لو انت حابه تمام. هننزل عليهم بقى بشويه ميه سخنه حبه حبه كده بالتدريج يا بنات، ما تنزليش بكميه ميه كتير مره واحده، لا حبه حبه كده وقلبي عشان الميه السخنه بتتقل معاكي الطحينه وتزود الكميه معاكي. وبعدين انا المره دي عايزاها خفيفه لان انا هحط لها العيش تمام. العيش بقى بعد ما باش معايا صفيته كويس جدا من الميه
ماشي. وبعدين رحت حاطاه كده على الخليط وقليت كله مع بعض، ونحط بقى شويه ملح وقليه بقى ايه. بصي القوام بتاعها بقى تحفه. وتعالوا بقى نشوف الحواوشي. بصوا يا بنات كده انا بوريك ان الحواوشي اللي كان بيطلع من الفرن كنت بحطه في طبق وبغطيه عشان ما ينشفش معايا. خلاص خلصت كله كده يا بنات. هبدا بقى ان انا ارص كله فوق بعضه في الصاج بتاعه زي ما هو تمام. وبصي بقى التكه دي كده، انا خدت بقى قطعه الفحم خلاص هي حميت اهيت، بحطها في اي حاجه صغيره كده تكون استانلس او حاجه. ومن نفس الزيت والسمنه اللي كنت حاطه عليهم معلقه الكركم، نزلت كده بنقطتين على الفحميه دخنت معايا، رحت مغطيه الصاج كده. هتبص تلاقي بقى الحواوشي واخد ريحه الفحم زي الفراخ المشويه كده بالظبط يا بنات. وما شاء الله اللهم بارك ريحته قلبت البيت. وبصي بقى اللون الحلو كده من الكركم اللي حطيناه، بصي درجه اللون جميله ازاي. وعايزه اقول لك بقى طعم الخلطه نفسه تحفه. يعني ما شاء الله اللهم بارك، شويه تكات كده لو مشيتي عليهم هيطلعوا لك احلى حواوشي. والكميه بقى يا بنات ما شاء الله اللهم بارك، دول 11 رغيف، وكنت عملت رغيفين لسناء وهي ماشيه يبقوا 13 رغيف من 600 جرام لحمه. يعني ما شاء الله اللحمه برضو طعمها حلو وباينه كده، مش مكترين احنا المكونات اللي هي مع اللحمه. ونحط عليه بقى شويه خضره من فوق كده يا بنات، نفس الخضره اللي قطعنا منها للسلطه هي اللي حطينا منها على الحواوشي من فوق. وهنا بحط برضو من الزيت اللي كان عليه الكركم على سلطه الطحينه كده. خدي برضو شويه خضره صغيرين كده على سلطه الطحينه، بيدوا طعم حلو وبرضو بيغيروا الشكل كده معاكي. يعني حاجات ديكوريشن كده حلوه كده بتفتح النفس على الاكل زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. ودي البطاطس المحمره اهي يا بنات، احلى غدوه مفيش بعد كده. وبرده كميه اللحمه مش كتيره يا بنات. شوفي انت لو هتجيبي الرغيف ده من بره هتجيبيه بكام؟ ما شاء الله اللهم بارك زي ما قلنا 13 رغيف تمام. شوفي الرغيف بره بكام. فاكل موفره، وغير بقى ان هي موفره بصي هي حاجه نظيفه انت عاملاها في البيت على ايدك وعارفه انت بتاكلي عيالك ايه. يعني الله اعلم اللحمه اللي بره دي اصلا بتبقى فيها ايه ولا معموله ازاي. اتغدينا بقى بألف هنا وشفا. وطبعا لازم بقى نهضم طبعا. جبت الحاجة الساعة دي بقى، بس انا حبيت اشاركها معاكم لان الحاجة الساعة دي مش مقاطعة، ودي ب20 جنيه اسمها توب ماشي. وفي منها برضو اللي بالبرتقال واللي هي السودا اللي هي الكولا دي جميلة يا بنات وب20 جنيه و2 لتر تمام. حجمها حلو برضو، فحبيت ان انا اقول لك عليها كده. غدينا وبألف هنا وشفا. تعالوا بقى ننشر الغسيل بتاعنا. ومعلش يا حبيبتي والله انا مش لاحقه الفيديو، انا عايزه اقول لك على حاجات كتير ونصايح كتير بس انا غصب عني. المهم اهم حاجه عايزه اقول لك عليها انك انت تحطي لك هدف لما تيجي تفتحي القناه، هدف ان انت توصلي له. واهم حاجه تخلي المحتوى بتاعك محتوى كويس، محتوى هادف الناس تستفاد منك، محتوى محترم. وما تنسيش ان من يتقي الله يجعل له مخرجا. على قد ما تتقي الله في شغلك وفي نفسك وتحافظي على نفسك، على قد ما ربنا هيديكي ويطعمك. انا بالنسبه لي مش فارق معايا موضوع الفلوس تمام، لان انا كان هدفي الاساسي ان انا الناس تستفاد معايا. انا عندي معلومات كتير وعندي حاجه عايزه افيد بيها الناس، بس طبعا الواحد يتمنى ان ربنا يرزقه من القناه ويكون فيه دخل تمام. بس كل شيء باوان تمام. انت ربنا يعينك ويقويكي ويكون مصدر رزق ليكي ولبناتك، وربنا يعينك عليهم، وربنا يوفقك يا رب كده ويحسن ما بين ايديكي. وان شاء الله هحاول كده في الفيديوهات اللي جايه اي معلومه اقدر افيدك بيها هقول لك عليها. وانت لو عايزه تسالي على اي حاجه كلميني او ابعتيلي في التعليقات. وربنا يوفقك ويصلح ما بين ايديك يا رب اللهم امين. وكده الفيديو بتاعنا خلص النهارده يا بنات. نشرنا بقى الغسيل بتاعنا الابيض كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله زي الفل اهو. خلص يومنا النهارده. نكمل ان شاء الله الفيديو اللي جاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. وما تنسونيش بقى باللايك وكومنت حلو منك كده وتقولي رايك في الفيديو. وما تنسوش تشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم لو عجبكم الفيديو. ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.